قضية النهاردة هي الأب اتجرد من كل معاني الرحمة والإنسانية وخد عهد مع الشيطان عشان يرتكب أكبر جريمة مفيش حد يقدر يصدقها ولا يتخيلها إن أب يعمل كده في أولاده، وإن ينهي حياة 4 أبناء في عمر الظهور ويحط لهم السم في العصير. وما اكتفاش بكده، لا كمان جاب سكينة مسنونة وذبحهم كلهم. فتعالوا معايا نشوف تفاصيل الجريمة المروعة ديت، وزي كل مرة هنقول على الله حكايتنا. I will eat you. السلام عليكم اعزائي المتابعين والمشاهدين. انا بسجل الحلقه ديت وانا في قمه الاسى والحزن. اسره ضاعت في لحظه شيطان. جريمه النهارده من مدينه القليوبيه، من قريه اسمها حلابه، مفيش فيها اي مشاكل والناس عايشين في هدوء والكل بيعرفوا بعض والبيوت جنب بعضها، وجنبهم بيت عبد العظيم سفاح قضيتنا وعنده 45 سنه وبيعيش هو واولاده في بيت متكون من دور ارضي واحد. قرر انه يتخلص من اولاده ال4 بذبحهم بسكينه الغدر والخيانه بعد ما حط لهم السم في العصير اللي بيشربوه. اتسقطوا على الارض من السم اللي شربوه، وبعد كده بدا يذبحهم واحد واحد وسابهم غرقانين في دمهم، جثث مترصصه جنب بعضهم. وبنسال ايه اللي دفع الاب انه يتخلص منهم بالطريقه ديت، وايه اللي عملوه عشان يتذبحوا زي الحيوانات من غير شفقه ولا رحمه على ايد ابوهم وكانهم اعدائه مش ولاده. وبتبدأ الحكاية من قبل وقوع الجريمة بكام يوم. حصلت خناقة بينه وبين مراته أم الأولاد، واللي خلاه إنه يعتدي عليها بالضرب ويعمل إصابات في جسمها زي ما اتعود على كده كل مرة بسبب شربه للمخدرات ومعاملته السيئة ليها. لكن المرة ديت قررت الأم إنها تسيب البيت وتروح عند أهلها عشان تحافظ على اللي اتبقى من كرامتها اللي أهانها الزوج، اللي ولا يعرف الرحمة ولا الشفقة. وراحوا أولاده ال4 عشان يعيشوا عند جدتهم أم أبوهم في بيتها اللي بيبعد شويه عن بيتهم اللي في قريه حلابه بمركز قليوب بمحافظه القليوبيه. لكن الامر ما انتهاش لحد كده، لان الاب بدا يعاني من مشاكل نفسيه وازمات ماليه بسبب خسارته في تجاره الماشيه، وده اللي خلى حياته تتقلب راسا على عقب. وهو ليه 4 ابناء، 3 بنات وولد. قعد يفكر مع نفسه ازاي يتخلص من الازمه اللي وقع فيها بسبب معاملته لاولاده ومراته اللي كانت راضيه بالعيشه معاه. لكن المتهم ما حمدش ربنا على اللي عطاهوله ربنا من رزق في الاولاد والزوجه الصالحه، فاعترض على قضاء الله وقدره وقرر انه يتخلص من ولاده ال4. اكبرهم عمر 21 سنه واصغرهم بنت 9 سنين، وفكر انه لما يرتكب الجريمه الشنيعه ديت هيتخلص من ازمته، ونسي ان الرزق بيد الله سبحانه وتعالى لما قال في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق نحن نرزقهم واياكم صدق الله العظيم. وعزم الاب على تنفيذ الفكره الشيطانيه، فقرر انه يروح لبيت والدته في نفس القريه وطلب منها انه ياخد اولاده للبيت في نفس الليله عشان يخرجوا يتفسحوا معاه شويه. رفضت جدتهم في الاول وطلبت منه انه يسيبهم يقعدوا معاها زي ما اتعودت، ولكن اصر ابوهم انه ياخدهم لحد ما سمع اخوه صوته وهو بيتكلم مع امه ومصمم انه ياخد ولاده، وطلب منه اخوه هو كمان انه يسيبهم مع جدتهم، لكن رفض واصر على ان ياخدهم بحجه انهم هيخرجوا يتفسحوا معاه. وفعلا خدهم ال4 لبيته وبدا ينفذ المخطط الاجرامي. حط لهم السم في العصير وقدمه لاولاده ال4. بعدها بداوا يتلووا من مغص السم، وقعوا في الارض. وكان محضر سكينه مسنونه، ولما بداوا اولاده يفقدوا الوعي هجم عليهم واحد ورا واحد. وكانت البدايه ياسمين كانت ساندة راسها على الحيطه من الالم. ياسمين عندها 13 سنه. راح ابوها ذبحها وكانه بيذبح حيوان، ومش فلذة كبده، وسابها تصارع الموت جوه اوضتها. وبعد كده اتنقل لملك وعندها 18 سنه وكانت بتتلوى من شده الوجع، فعمل معاها زي اختها، وصوت الموت بيخرج من حنجرتها. راح شاق بطنها وطلع احشائها على الارض. ووقعت الصغيره خالص تغريد واللي عندها 9 سنين ومش عارفه تقوم من التعب والسم اللي كان بينهش في معدتها من السم اللي شربته. راح ماسك رقبتها في ايده وفاقت، كانت فاكره انه هيسعفها. بصت عليه وشافت السكينه في ايده عليها دم اخواتها،
ومفيش لحظات وبعدها حصلتهم في مشهد مروع جدا. ومنتهاش الامر لحد كده، باقي اخوهم الكبير ادهم واللي كان بيصارع الموت من السم اللي في معدته في اوضه تانيه، كان عنده 21 سنه وكان دراع ابوه اليمين، واللي كان بيساعده في البيت وفي الشغل، واللي كان بيحمي اخواته في غيابه، ولكن مش هيقدر يحميهم في حضوره. شاف ابوه داخل عليه وماسك في ايده السكينه وهي بتنقط دم، وشاف جثث اخواته على الارض، وسمع حشرجه الموت بتخرج من حناجرهم. قام واستجمع قوته عشان يصد ضربات ابوه وحاول انه يبعد عنه، ولكن ما قدرش ابوه انه يذبحه زي اخواته. راح جايب عصايه خشب شومه وراح ضربه على رجله كسرها، لكن ابنه بدأ يقاوم، راح ضربه على دراعه كسره هو كمان. وهنا ما قدرش ابنه انه يستحمل الضرب، فاستسلم لوالده وهو بيبص عليه وعايز يسأله ايه اللي احنا عملناه عشان تقتلنا كده؟ هو احنا مش من لحمك ودمك؟ لحد ما ضربه على راسه ضربه هشمت جمجمه راسه وفاضت روحه مع ارواح اخواته. وبعد ما انتهى من جريمته راح حاطط كل اتنين جنب بعض على سرير وصور جثثهم وبعتها لامهم وقال لها انا ذبحتهم عشان ينتقم منها عشان سابت البيت. وفي النهايه تم القبض على الاب السفاح، وراح قسم شرطه اليوب بمحافظه القليوبيه، واتنقلت الاجهزه المعنيه عشان تعين تفاصيل الحادثه، وامرت النيابه بحبسه 4 ايام على ذمه التحقيق، ونقل جثث الضحايا للمشرحه تحت تصرف النيابه العامه والتصريح بالدفن. وفي نهايه القصه البشعه ديت عايز اقول باي ذنب قتلت؟ هو ده مرض ولا جنان ولا ايه بالظبط؟ وليه كل ده يحصل؟ ربنا يرحمنا برحمته. وديت كانت قصتنا النهارده عن اب سفاح، وان شاء الله جزاؤه الاعدام، وربنا يرحم الاولاد اللي ماتوا من غير اي ذنب. وشكرا لحضراتكم على حسن المتابعه. شكرا لحضراتكم. شكرا.